التقرير اليومي لأهم أخبار الكرة المصرية. تقديم وإعداد عبده محمد. لا تنسى الاشتراك في الصفحة ودعمنا سواء بشير أو لايك، لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. نهاية مشوار بن رمضان مع فريقه ويستعد للسفر لمصر للانضمام إلى النادي الأهلي. اللاعب محمود تريزيجيه لاعبا للأهلي بعد انتهاء الموسم مع نادي الريان القطري، ويعود للأهلي خلال أيام للانضمام للميران يوم الخميس المقبل. مقارنة بسيطة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في جميع الألعاب الرياضية. الأهلي يتفوق على الزمالك في كل الألعاب. أنباء متداولة بشكل كبير. بايرن ميونخ يرغب في خوض حمزة عبد الكريم فترة معايشة بصفوفه. ريفييرو يبدأ مهام عمله رسميا مع النادي الأهلي يوم الخميس المقبل. إدارة النادي الأهلي رفضت الدخول مجددا في أي مفاوضات مع اللاعب رامي ربيعة، وتركت الحرية للاعب كاملة في الرحيل إلى العين الإماراتي. الأهلي قدم عرضه الأخير لرامي ربيعة قبل أكثر من 20 يوم، واللاعب يريد المغادرة والمصحف مهو راجع. اللاعب عمر سيد معوض يعود للمشاركة بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبي، وشارك في ودية الأهلي أمس. كل التمنيات بتمام الشفاء للاعب عمر سيد معوض. أنباء عن وجود عروض خليجية لضم اللاعب رضا سليم على سبيل البيع النهائي. قائمة بأسماء اللاعبين الأقرب للخروج من قائمة الفريق بكأس العالم للأندية بأمريكا. آخر مباراة لأورلاندو يوم 28 القادم، ثم ننتظر إعلان رحيل ريان جاكوبس عن الفريق، وهو رئيس قسم تحليل الأداء لجهاز ريفييرو. رئيس الفيفا: الأهلي هو النادي الأكبر في أفريقيا، ومواجهته أمام إنتر ميامي مواجهة تاريخية. أبو خطين حمر: إيه يا جدع أنت الكلام الماسخ ده؟ ظهور تيشيرت الأهلي الثاني والبديل استعدادا لكأس العالم. النادي الأهلي يحصل على مديرا فنيا جديدا لكرة اليد. اللاعب محمد صلاح فخر مصر والعرب يحصل على جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. كل الدعم لمحمد صلاح. مفاوضات انتقال مصطفى العش لم تشهد أي تطورات خلال الأيام الماضية بسبب سفر سيف زاهر المدير التنفيذي لنادي زد خارج البلاد. يلتقي رجال سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدا في أولى مباريات نهائي دوري السوبر الساعة 6 مساء. نهائي دوري السوبر لكرة السلة بدون جمهور. يقترب نادي بيراميدز بشكل كبير من الحصول على البطولة الأولى في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الأشبه بالفوز على صن داونز اليوم بعد المباراة الممتازة التي قدمها نادي بيراميدز. موقع تليجراف: الأهلي لعبها صح. المستندات التي قدمها النادي الأهلي هي السبب الرئيسي في رفض طلب بيراميدز. أخيرا وليس آخرا، جميع المقالات اللي اتذكرت في الموجز موجودة بشكل مفصل على صفحتنا، صفحة الكورة مع الدود ميجا كورة. ما تنساش تعمل متابعة وتعمل شير ولايك، لأن دعمك لينا سواء بالشير أو اللايك أو الكومنت هو اللي بيخلينا نستمر. ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله في كومنت. لو وصلتم لهنا انتم مجدع ناس. السلام عليكم.